أنت العزيزة، متى تسكن السعادة قلبك؟ 6 نصائح ذهبية. 1. لا تحزني وتتألمي على ما فات، لا ولن تغيري ما مضى. 2. لا تخافي وتقلقي على ما هو آتي، المستقبل. ما حد يعرف ما هو في المستقبل حيحصل. توكل على الله، تميزي، اجتهدي، خليكي طموحة، تحققي اللي تبغيه وتسعدي. ارضي بما قسم الله لك رب الأرض والسماوات. لازم تستشعري إنه هذا قدرك، وإن شاء الله ربنا يعوضك أضعاف وأضعاف. احرصي على عدم ظلم الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة. احرصي أنت في شغلك وفي عملك وفي أي مكان، لا تظلمي أحد. هذا جزء من سعادتك الكبيرة جدا، إنك إذا ما ظلمتي أحد، والعكس تماما، لو ظلمتي أحد يمكن ما تنامي طول الليل. احرصي على عدم غيبة الناس في المجالس. اقعدي اتكلموا عن شخص ولا شيء، لا تعلق بأي شيء، لأنه هذه غيبة، والغيبة عليها إثم، وهذا يأثر برضو على سعادتك. تقولي أنا اليوم كذا تكلمت على ليلى، ما لا أي لازمة، أترك الناس بحالها. احرصي على عدم جرح مشاعر الناس. ترى في ناس أنت بدون ما تنتبهي بتقولي كلام تجرحيه، تخليه يخرج يقعد في كتاب أسبوع، أنت ما انتبهتي، جرحتيه جرح كبير. انتبهي، هذا يأثر على سعادتك. صدقوني سوف تكون السعادة تملأ قلوبكم بالطول وبالعرض لو انتبهتوا لل6 نصائح اللي قلت لكم عليها لكي تسكن السعادة قلوبكم. الله يسعدكم جميعا.